طاجين طيب على الفاخر بواحد الطريقه اللي سهله، قلت نشاركها معكم. هاد الطريقه هذه كتنفع في وقت الخرجات، كتجينا سهله ودغيا كنطيبوا الطاجين، يعني دغيا كنصبوه، ما كتاخذش معنا وقت بزاف، وكيجي واحد الطاجين اللي ما تشبعوش منه. شوفوا ما شاء الله كيجي رائع بزاف. عندي الدجاج، خذوا الكميه اللي بغيتو وممكن تعوضوه باللحم. غادي نضيف ليه معلقه ديال الخرقوم الكركم، ومعلقه ديال سكينجبير، ومعلقه كبيره ديال القزبر يابس، وعندي القزبر اللي مقطع والمعدنوس، وعندي الحامض مصير حتى هو اللي مقطع، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال السمن وشويه ديال الملحه. غادي ندخل هاد التوابل في الدجاج، ومن بعد غادي ناخذ الطاجين وغادي نفرش له البصله، وغادي نحط الدجاج من الفوق. غادي يبقى عندنا دوك التوابل اللي خلطنا فيهم الدجاج. غادي نضيف البطاطا بهذا الشكل هذا، وغادي نخلطها في دوك التوابل. صافي غادي نحط البطاطا فوق الطاجين، وغادي نضيف له جلبانه، ممكن تضيفوا اي خضره عندكم. وضفت الزيتون، وغادي نضيف واحد المطيشه اللي محيد ليها الماء ديالها من الفوق. واخر حاجه غادي نضيف زيت الزيتون، 3 المعالق تقريبا ديال زيت الزيتون، ونديرو يطيب على الفاخر بلا ما نزيد له الماء، يعني حتى كيشرب. الا اضطريت نزيد له نص كاس ديال الماء صافي. وغنشارك معكم حتى هاد الزعلوك هذا دغيا كيوجد، وفي نفس الوقت كيجي رائع بزاف بزاف، كيجي بنين في المذاق ديالو. عندي الفلفله والدنجال ومطيشه اللي غادي نشويهم حتى هما على الفاخر. غادي ناخد الفلفله ونحيد ليها القشره بلا ما نغسلها، يعني الا توسخوا لينا ايدينا نوصلوا ايدينا ونكملوا على الفلفله. حتى مطيشه حتى هي كتقشر بسهوله ملي كنشويوها بطريقه اللي مزيانه بهذا الشكل هذا. صافينا غادي نقطع الفلفله، وهذا لد الزعلوك غادي نتاكلوه كيجي رائع. هاد الخضره هذه فاش كنشويوها صافي غادي ناخد الفلفله من بعد ما قطعتها، وحتى مطيشه حتى هي غادي نقطعها بهذا الشكل. وعندي حتى الدنجال حتى هو غادي نقطعه، اللي نقيته وغادي نقطعه. وملي نكمل الخضره كامله غادي نضيف 3 المعالق ديال زيت الزيتون، وشويه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الكمون. وغادي نرجع هاد الكاسرونه هذه فوق الفاخر حتى كيتشحر هاد الزعلوك واحد شويه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، كيجي رائع البنات بطريقه سهله، والخضره حتى هي كتجي طيبه، والزعلوك حتى هو كيجي رائع بزاف، كيجي فيه المذاق ديال الشويان هكا، تيجي زوين بزاف بزاف ودغيا كيوجد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفات جديده.